فيلمنا بيبدأ ببنت اسمها تينا واللي بيظهر على شكلها إنها مختلفة وأشبه بالحيوانات، وده بيسبب لها إحراج من منظرها. وبنعرف إنها تشتغل ضابط في الجمارك، واللي بتقدر بقدرتها العجيبة والخارقة للطبيعة إنها تشم ريحة المسافرين وبتقدر تميز مشاعرهم وتتعقب المهربين. وفي يوم وهي في شغلها بتقدر تميز ريحة مسافر وبتعرف إن معاه شنطة فيها كحول، بتاخد منه الشنطة وبتبلغ زميلها، فبيقولها الشاب إنه اشتراها، فبتعاقبه وبتاخدها لأن سنه صغير، فبيضطر يوافق الشاب بدل ما تحبسه بتهمة التهريب. وفي آخر اليوم بترجع تينا على بيتها المنعزل في الغابة، وبنعرف إنها مقعدة صديق ليها اسمه رونالد في البيت واللي بيشتغل مدرب كلاب. وساعتها بتخاف جدا أول لما الكلب بيهجم عليها، فبياخدوا رونالد وبيقولها إن عنده مرة، فبتتجاهل كلامه وتخرج تتمشى في الغابة، وهناك بتفضل تستكشف كل اللي حواليها، وبيظهر إنها مهتمة بالطبيعة ومغرمة أكتر بالحيوانات. وفي تاني يوم بتوصل تينا على شغلها وبتمارس هوايتها في شم المسافرين، لكن وقتها بتوقف مسافر وبتاخده تفتشه مع زميلها، واللي بيظهر إن مفيش حاجة في شنطته، لكن تينا بتكون مصممة إن معاها حاجة مخالفة للنظام، فبتطلب منه تليفونه، وأول لما بتشمه بيتخرج منه شريحة صغيرة، فبياخدها الشاب بسرعة وبيحطها في بقه، لكنهم بيقدروا يطلعوها وبيقبضوا عليه. وبترجع تينا من تاني على شغلها، بس المرة دي ما بتقدرش تميز ريحة مسافر مقرب ناحيتها، واللي بيظهر إنه شبهها جدا وبيمتلك نفس الصفات الجسدية اللي بتشبه الحيوانات، فبتطلب تفتشه لكن ما بتلاقيش معاه غير حشرة، فبتضطر تسيبه لأن ما فيش عليه شبهة جنائية. وبعد الشغل بتزور تينا أبوها في دار الرعاية، وبنعرف إنه بيعاني من مرض الزهايمر المبكر، وبتفرح جدا أول لما بيفتكرها وبيعرف اسمها، وبتقعد معاه وبيسألها عن رونالد، وبيكون شايف إنه بيستغلها لأنه قاعد في بيتها من غير ما يدفع إيجار أو حتى مصاريف. وبنعرف إن طول المدة اللي قعدها مع تينا ما حصلش ولا مرة بينهم علاقة، وده لأنها شايفة نفسها وحشة ومختلفة عنه جسديا، فبتقول تينا إنها حابة وجوده معاها، وده لأنها ما تحبش تقعد في البيت لوحدها. وبالليل بترجع تينا على البيت وبتحكي لرونالد إنها زارت أبوها النهارده، وإن حالته بتسوء لدرجة إنه في مرة مش هيقدر يفتكره أو يميزه. وبيكون واضح جدا على رونالد إنه مش معجب بتينا، وكل اللي همه قيمته معاها لأنه مش بيصرف. وفي تاني يوم بتتقابل تينا مع مشرفتها المباشرة أجنيتا، واللي بتعرفها إن الشريحة مليانة بصور إباحية للأطفال، وبتكون مستغربة إزاي تينا قدرت تعرف بالشريحة اللي معاه مع إنها أول مرة تشوفه، فبتحكي لها إنها ما كانتش تعرف بالجواها لكنها قدرت تشم ريحتها عليه. وبتكمل كلامها بإنها تقدر تشم النوع ده من الأشياء، ده غير إنها بتحس بمشاعر اللي قدامها سواء جنسية أو غضب أو حتى نفسية. فبتاخدها أجنيتا على مكتبها وبتعرفها إن الشاب بينكر كل التهم المتوجهه له، لكنها شاكة في إنه يعرف مين اللي بيصنع الأفلام، وعشان كده فتشت تليفونه ولقيت إنه دايما بيروح لمنطقة بره المدينة، وبتعرفها إنها مش تقدر تحصل على مذكرة تفتيش، وده لأن مفيش مجرم معين بعينه هتقبض عليه، وعلشان كده بتكلفها بالمهمة دي عشان تقدر توصل اللي بيصور الأفلام. وفي تاني يوم بتتقابل تينا من تاني مع نفس الشخص، لكن المرة دي بتطلب تفتشه تفتيش ذاتي، وده لأنها شامة فيه ريحة مش قادرة تحددها ولا قادرة تقبض عليه، واللي بيتعرض لأول مرة مع قدرتها الخارقة. فبيدخل زميلها وبيفتشه، ولما بيخرج بيقولها إنه متحول جنسيا ومن أعضاء جسمه بيظهر إنه واحدة ست، وبيعرفها إن عنده ندبة في ظهره. وأول لما بتسمع تينا كلامه عن الندبة بتتوتر جدا، وبنعرف إن عندها نفس الندبة في ظهرها، فبتدخل تعتذر له وهي حاسة بالذنب من ناحيته، وبتقوله إن من حقه يرفع عليها قضية اعتذار، فبيقولها إن مفيش داعي لكل ده، وبيعرفها على نفسه وبيقولها إن اسمه فوري وإنه عالم حشرات ودايما بيسافر من مكان لمكان ومش بيستقر في منطقة معينة. وبعدها بتزور تينا أبوها وبتسأله عن الندبة اللي في ظهرها، فبيقولها إنها وقعت على شيء حاد وهي صغيرة، وكان وقتها عندها 3 سنين، وساعتها نقلوها على المستشفى وخيطوها بالغرز. فبترجع تينا على البيت وفي طريقها بتتفاجئ بجارها ستيفن واللي بيطلب منها مساعدتها، وبيعرفها إن مراته أستر على وشك الولادة ولازم تتنقل للمستشفى بأسرع وقت. وفي الطريق تقف فجأة بالعربية وبيستغرب جارها جدا سبب وقوفها، لكنه بيتفاجئ بقطيع من الحيوانات وبيستغرب ازاي تينا قدرت تعرف بوجودهم او انهم قريبين منهم. وبالليل بتظهر تينا وهي نايمه، وساعتها بيدخل رونالد عليها وبيحاول يعمل علاقه معاها، لكنها بترفض وبترميها على الارض وبتبص وقتها من الشباك، وبتفرح جدا لما بتلاقي حيوان قدامها. وفي تاني يوم بتوصل تينا على الفندق اللي قاعد فوري فيه، وبتشوفه في الحديقه بيجمع الديدان، وبتستغرب لما بتشوفه بياكل منها، وساعتها بيطلب منها تجرب تدوقها، ولما بترفض بيضطر يحط لها واحده في بقها، والغريب ان طعمها بيعجبها، فبتساله عن حياته في الفندق، فبيقولها ان المكان مش عاجبه لكن مضطر يقعد فيه. وفي اخر اليوم بترجع تينا مع فوري على البيت، وبيظهر انها عايزه تاجر له اوضه ضيوف، وبتاخده وبتعرفه على رونالد، وبعدها بتوديه على الاوضه، وهناك بيشوف فوري علامه في وشها، فبتقوله ان البرق صعقها لما كانت صغيره، فبيقولها ان هو كمان عنده نفس العلامه في صدره، وبيفرجها عليها، لكن ساعتها بيقرب منها وبيحاول يبوسها، فبتتهرب منه وبتقوله انها تعبانه ولازم تنام وبتمشي. وبيظهر على رونالد انه مش حابب وجوده وحاسس بالخوف من ناحيته. وفي اليوم اللي بعده بتظهر تينا وهي بتراقب مع زميلها الشخص المطلوب مراقبته، وساعتها بيظهر قدامها وبتشم من ريحته ان ليه علاقه بالجنس او الاغتصاب، فبتدخل ورا العماره وبتحاول توصل باسرع وقت للشقه اللي دخلها، فبيقول زميلها انه خايف جدا لحد يبلغ عنهم، خصوصا ان مش معاهم امر تفتيش، فبتعرفوا ان ده جزء من مهمتهم والمطلوب منهم. وبتبدا تشم ريحه في المكان وبتدرك انها ريحه طفل صغير، لكن فجاه بتتفتح شقه من اللي واقفين قدامها وبتسالها صاحبتها عن اللي بيعملوه، فبتتوتر تينا، لكن زميلها بيقدر يتصرف وبياخدها بسرعه وبيمشي. وبعدها بتتقابل تينا مع اجنة
اخواتها واللي بتقول لهم ان المفروض يكونوا حذرين اكتر من كده. فبتقولها تينا انها واثقه انهم بيعملوا حاجه للطفل، وبياكد زميلها ان هو كمان سمع صوت طفل صغير من جوه الشقه وان ممكن يكون الطفل مخطوف او مش متسجل بياناته. وبعد الشغل نشوف تينا مع فوري وبتحكي له اكتر عن نفسها، وبتعرفه انه هي صغيره كانت شايفه انها وحشه ومختلفه عن باقي جنسها، لكن لما كبرت لقيت انها انسان عادي وان كل اللي هي فيه عيب الكروموسوم. فبيضحك فوري على كلامها وبيقولها ان مفيش عيب فيها، فبتقوله ان عيبها الوحيد انها ما بتخلفش ولا تقدر تنجب طفل. وبعدها بتظهر تينا مع استر وهي شايله بنتها الصغيره وبتحاول تمارس معاها الامومه، لكن الطفله بتفضل تعيط وبتاخدها استر. وبيدخل ستيفن ومع فوري وبيعرف انه جارهم الجديد وبيلعب مع البنت الصغيره، وبعدها بيرجع لاوضته. لكن اللي بيحصل انه بيظهر هو بيتوجع من الالم، وساعتها بيخرج للغابه عشان محدش يسمع صوته، وبيقعد على الارض وبيظهر ان في حاجه صغيره خرجت منه، وساعتها بيرتاح وبيرجع لحالته. وفي تاني يوم بتظهر تينا وهي بتراقب الشقه المطلوبه مع زميلها، واللي اول لما بيلاحظ ان اصحاب الشقه خرجوا بيقول لها ان قدامهم ساعه يفتشوا البيت قبل ما يرجعوا، وبينزلوا هما الاتنين بسرعه. وبتقدر تينا تفتح باب الشقه حسب خبرتها، وبيدخلوا الشقه هما الاتنين وبيمشوا بكل حذر. وساعتها بتلاقي تينا سر الاطفال وبتعرفوا ان الطفل كان موجود قريب، وبتدخل اوضه المكتب وبتفضل تشم ريحه الاوضه لحد ما بتلاقي كاس متعلق، فبتاخده. واول لما بتفتحه بتلاقي جواه كاميرا فيديو واللي بيظهر فيها اطفال تحت التعذيب. وبعدها بتبدا التحقيقات مع صاحب الشقه، وبنعرف ان اسمه باتريك. ووقتها تساله اجنيتا عن سر الطفل اللي لقيته في شقته بالرغم من انه ما عندوش اطفال، فبيحكي لها ان كان عنده طفل عمره سنه كان تحت رعايته. وتقدر تسال الخدمات الاجتماعيه عن صدق كلامه، فبتفرجوا على شريط الفيديو فبيقولها انه ما يعرفش حاجه عنه، لكن اجنيتا بتعرفه ان بصمات موجوده على الكاميرا وحمض نووي. وبتساله عن البنت الموجوده في الفيديو فبينكر انه يعرفها او انه صور الفيديو ده. ولما بترجع تينا على البيت بينده رونالد عليها وبيحكي لها عن فوري وبيعرفها ان تصرفاته غريبه ودايما بيخرج وبيطلع من اوضته في اوقات غريبه. ووقتها بيظهر فوري وهو بياكل الديدان ومع صندوق وبيحطه في الثلاجه وبيقفلها باحكام. وفي تاني يوم بنشوف رونالد وهو مسافر عشان يحضر عرض للكلاب وبيتمنى ان يفوز بافضل عرض، وبيطلب من تينا تتصل عليه لو احتاجت لحاجه وبيمشي. وبعد لحظات بيخبط فوري عليها وبيدخل يقعد معاها، لكن فجاه بيسمعوا صوت البرق وبيخافوا هما الاتنين جدا لدرجه انهم من خوفهم بينزلوا تحت الترابيزه. وبالليل بيظهروا هما مع بعض في الغابه، فبتساله تينا عن نفسها فبيقول لها انها من الاقزام وان تغير الكروموسوم منحها ديل ذكوري عشان كده ما بقتش تخلف، وميزتهم ان عندهم حاسه شم قويه والبرق دايما بيلحقهم. وبيقولها ان الاحسن تقطعه وتتخلص منه، وبيعرفها ان في مجموعه من الاقزام نفس فصيلتهم في فنلندا وعشان توصل لهم لازم تسمح لهم يلاقوه، وان نفسه يلاقوه عشان ياخدها معاه ويكونوا مع بعض. وبعد ايام بيرجع رونالد على البيت وبيظهر وهو بياكل مع تينا وفوري وبيكون مستغرب العلاقه اللي اتطورت بينهم، فبيعرفوا فوري انهم قرايب وصديق قديم للعيله. وفي تاني يوم بتوصل تينا على شغلها وبيبان عليها التعب والارهاق لدرجه ان زميلها بيسمع صوت ازاز كحول مع الركاب وهي مش بتشم ريحتهم، فبيقول لها ان الاحسن تاخد اجازه ترتاح فيها. وبالليل بتظهر تينا مع فوري واللي بيقول لها انها قدرت تتكيف مع البشر بدليل ان عندها وظيفه ثابته وبيت وجيران، وبيعرفها ان البشر بيخافوا منهم وده لانهم عارفين ان الصقر قادم. وبيقول لها انه ما يعرفش حاجه عن اهلها، لكن كل اللي يعرفه ان اتعمل عليه تجارب طبيه على جسمه في السبعينيات وده خلاه يعيش 10 سنين بعد التعذيب اللي مر بيه، وبعدها اتنقل لدار رعايه الايتام. وبيعرفها ان الجنس البشري كله اشرار ومش لازم ابدا تعتمد عليهم، واكبر مثال على كده ان ابوها كذب عليها طول حياتها. واول لما بيطلع النهار بتركب تين عربيتها وبتروح تزور ابوها، وهناك بتقول ان طول حياتها كانت فاكره نفسها وحشه وكل الناس تشمئز منها وبيتنمروا عليها، فبيتعصب ابوها عليها وبيقول لها انها لازم تتكلم معاه بادب، فبتنهار من العياط وبتساله عن اهلها الحقيقيين. وساعتها بتدخل الممرضه وبتخرجها وبتقول لها ان الزياره انتهت، فبتمشي تينا وهي منهاره لدرجه انها بترجع البيت وبتصب عصبيتها كلها على رونالد وبترمي له التلفزيون في الشارع وبتقول له ان من النهارده مش هيعيش معاها، وبتدي له مهله لحد ما تصحى من نومها في انه ياخد حاجته ويمشي قبل ما تصحى. وبعدها بتزور تينا فوري في اوضته وبتستغرب جدا انه قافل الثلاجه باحكام، فبيقول لها ان كل واحد فيهم عنده خصوصياته، فبتعرف انها طردت رونالد وبيفرح جدا بالخبر ده. وبعد شويه بترجع تينا من تاني على اوضته، لكن ساعتها بتتفاجئ بصوت خارج من الثلاجه فبتحاول تفتحها وبتلاقي صندوق جواها. بتتصدم لما بتشوف طفل صغير شكله غريب ومخيف جوه الصندوق، فبتخاف جدا وبترجعه الثلاجه من تاني. وفي تاني يوم بتظهر في التحقيق مع صاحبه الشقه ومرات باتريك وهي بتعترف وهي منهاره بان ما حدش منهم اذى الاطفال وانهم كانوا بيصورهم بس، وبتقولها وهي منهاره انها شافت الشخص اللي طلب منها تعمل كده مره واحده وان هو اللي كان بيجيب لهم الاطفال. وفي عربيه الشرطه بنشوف باتريك واللي بيكونوا واخدهم عشان يعرفهم مكان الشخص اللي طلب منهم يصوروا الاطفال، لكن وقتها بيقطع طريقهم حيوان وفجاه بيتاخد باتريك من العربيه وبيهجم عليه شخص وبيقتله. وبتوصل تينا على مكان الجريمه وبتشم اللي عمل كده وبتتفاجئ لما بتعرف انه فوري واللي بيقول لها انه كان لازم يعمل كده قبل ما يعترف عليه، وبتكون مصدومه انه ازاي عمل كده. وبتساله عن الطفل اللي في الثلاجه فبيقول لها انه مش طفل وانه مجرد حقنه بيضاء غير مخصبه وطول ما هو في الثلاجه فهو امان، وبيعرفها ان هو اللي انجبها وانهم دايما بيخرجوا منه بانتظام وبيتغذوا على الديدان وانه جسم الحقنه شبه الاطفال بالظبط وناعم لكنهم مش بيعيشوا فتره طويله. فبتساله عن السبب اللي مخليه محتفظ بيه فبيعرفها انه بياخد اطفال البشر زي ما عذبوه وبيبيعهم وانهم لازم يعانوا زيه.
بتزمجر تينا في وشه وبتقوله إنه واحد مريض، وبتخرج من الأوضة وهي منهارة من العياط. وفي تاني يوم بتصحى من نومها وبتتمشى في الغابة وبتبدأ تاكل من الديدان اللي على الأشجار، لكن ساعتها بتتفاجئ بعربية الإسعاف عند جارتها أستر، فبتدخل تشوف اللي بيحصل وبتتفاجئ بإن ملامح بنتها اتغيرت وقلبت على ملامح وحش لدرجة إن عينيها مش باينة. فبتعرف تينا إن فوري اللي عمل كده وبتجري على أوضته وبتلاقيه مختفي، حتى الصندوق مش موجود، وبتسيب لها ورقة مكتوب فيها إنها مش بشر وبيطلب منها تقابله على المركب. وفعلا بتروح له على هناك وبيتفاجئ فوري لما بيشوفها وبيقول لها إنه ما كانش متوقع إنها تسمع كلامه، وبيقول لها إن الأوان قواهم تتوحد ويجمعوا عدد كبير منهم. فبتتأسف له وبتقول إن أدوار الشر مش بتليق عليها وإنها مش بتحب تأذي حد، وبتندع الشرطة وبتقبض عليه. لكن فوري بيطلع أذكى منهم وبيقدر يهرب وبيرمي نفسه في المية. وبعدها بتتقابل تينا مع أبوها وبتعرف منه حقيقتها، وبيقول لها إنه كان بيشتغل في مستشفى للأمراض العقلية، وهناك قابل أهلها وباقي عشيرتها، ووقتها اتعرض عليه إنه يربيها ويخلي باله منها. وبيعرفها إن اسمها كان ريفا وإن أهلها اتدفنوا في المقبرة القديمة ورا المبنى الرئيسي. وساعتها بتروح تينا لمكان قبرهم وبتزورهم، وبعد أيام بتتفاجئ تينا بصندوق قدام باب بيتها، فبتاخده وبتفتحه وبتتفاجئ بنفس الطفل لكن هو كبير، فبتاخده وبتقرر تربيه. ولما بتلاقيه جعان بتأكله من الحشرات وبيبتسم لها